يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. كريمة الطهي في البيت بنفس قوام وطعم كريمة الطهي الجاهزة وبربع الثمن، وبخطوات سهلة وبسيطة تعملي كيلو من كريمة الطهي بتمن ربع كيلو من كريمة الطهي الجاهزة. كوباية واحدة من كريمة الطهي هنعمل أحلى مكرونة وايت صوص في نفس الحلة. وانا داليا، لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. والتجهيز كريمة الطهي بحتاج كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم من عند اللبان، بضيف له معلقة صغيرة مليانة من النشا، معلقة كبيرة مليانة من الدقيق، وابدأ اني اقلب على البارد. وانا بقلب على البارد لو في اي كلاكيع او كتل من الدقيق او النشا بحاول اني افكها. بستمر في التقليب لحد ما اتاكد من ذوبان النشا والدقيق ومفيش اي كتل او كلاكيع في اللبن. وبضيف 150 جرام من الزبدة، وكل ما كان نوع الزبدة كويس كل ما كريمة الطهي كانت جودتها اعلى. بشغل النار وعلى العين الوسط بقلب كل المكونات مع بعض لحد ما الزبدة تسيح، كل المكونات تمتزج مع بعض. اول ما اللبن يغلي على طول ايدي فيه ما تسيبيهوش، بتبدأي ان انتي تقلبي عشان اللبن ما يفرش ويبهدل الدنيا، وفي نفس الوقت بتسيبيه يغلي مع الزبدة وكل المكونات لمدة دقيقتين. بطفي النار وبسيبه يبرد، بعد كده بنزل بيه في شفشق الخلاط واضربه كويس جدا لحد ما يبقى ناعم، وبحطه في التلاجة من بالليل للصبح او مدة ما تقلش عن 12 ساعة. بطلعه من التلاجة وارجع اضربه تاني عشان يبقى ناعم جدا زي كريمة الطبخ الجاهزة بالظبط. وفي برطمان نضيف معقم بنزل بكريمة الطهي اللي جهزتها، نسبة الدهون فيها عالية ناعمة وطعمها تحفة، تنفع حلو وحادق. والعشاق المكرونة الوايت صوص هنعمل أحلى مكرونة وايت صوص في حلة واحدة، ومش هتاخد مننا أكتر من 7-8 دقايق. عندي كيس مكرونة هحطه في الحلة وانزل عليه بمية مغلية، بس المية ما تزيدش عن إنها تغطي المكرونة بالظبط، يعني ما تكتروش في المية، وقلب كويس جدا. هسيب المية تغلي مع المكرونة وانزل عليها بنص معلقة صغيرة ملح أبيض ناعم، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، مع معلقة كبيرة من زيت الطعام عشان المكرونة ما تعجنش مني. 3-4 دقايق بالظبط هتكون المكرونة شربت ميتها ودخلت في السوى. هنزل بكوباية من كريمة الطبخ اللي عملناها مع بعض وأقلب كويس جدا. طبعا أنا طول الفترة اللي فاتت برضو بقلب المكرونة لأني مش حاطة مية كتير، فكنت خايفة إن هي تمسك في بعضها أو تعجن، فلازم طول ما انتي واقفة جنبها تقلبيها. شايفين بقى مكرونة جوسي وحلوة ازاي؟ لو لقيتيها محتاجة سوائل تانية ممكن تضيفي نص كوباية من اللبن. وبكده المكرونة جهزت معانا كله في حلة واحدة، طعمها تحفة. جربي تعملي كريمة الطهي في البيت، هتوفر عليكي مصاريف كتير، تنفع حلو تنفع حادق في نفس الوقت. ما تعمليش كميات كبيرة لان كريمة الطبخ اللي انت عاملاها في البيت ما فيهاش مواد حافظة، فبيبقى عمرها قصير، بتقعد معاكي في التلاجة من اسبوع ل10 ايام. فحاولي ان انت كل مرة ما تعمليش كمية كبيرة، اعملي على قد استخدام. جربيها هتوفر معاكي كتير وتدي لأكلك طعم مميز، وبألف هنا وشفا.